احمد حسام ميدو هيرجع يلعب كورة تاني، ولكن في دوري الدرجة الرابعة. ايه يا عم ميدو، ده انت لعبت في احسن اندية في اوروبا وتوتنهام وبتاع. احمد حسام ميدو صاحب نادي اسمه فيجن، وعشان كده احمد حسام ميدو هيلعب في النادي ده عشان هو اصلا صاحب النادي. وهقول لكم هو هيلعب في النادي ده ليه. نادي فيجن بتاع احمد حسام ميدو هو لسه اصلا ما بدأش في دوري الدرجه الرابعه ولا حاجه. هو قدم طلب لاتحاد الكوره ان هو يبقى في دوري الدرجه الرابعه. وجهة نظر احمد حسام ميدو انه لما يلعب في الفريق بتاعه او النادي اللي ملكه، يعني الاضواء شويه هتتوجه عليه. المدير الفني بتاع نادي فيجن هيبقى محمد اليماني، والمشرف على الكورة هيبقى جمال حمزة. كمان الملعب بتاعهم هيبقى في نادي 6 اكتوبر، الملعب هيبقى في منطقة يعني 6 اكتوبر. والفرق اللي هتتلعب او اللي هتبقى موجودة الاهرام سبورت وابو الهول ويونيون والمنير. قولوا لي بقى انتوا شايفين وجهة نظركم، هل احمد حسام ميدو بيفكر صح والقرار ده صح، ولا المفروض كان يصرف مثلا اكتر شوية ويعمل حاجة محترمة ويبقى هو صاحب النادي ولا يلعب ولا بتاع؟